أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده احنا هنتكلم على null safety. وطبعا null safety واحدة من أهم المواضيع اللي انت لازم تفهمها وتتقنها كمان عشان لو انت عايز تبقى مطور تطبيقات. طيب هي ايه null safety وازاي نستخدمها؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو دوت. فتعالى اديلكم مثال علشان نفهم ازاي طريقة عمل null safety. فدلوقتي لو انا عملت متغيرين مثلا int number واحد مثلا بيساوي 10 و int number مثلا كان بيساوي 20، وقلت مثلا int result كان بيساوي نمبر 1 زائد نمبر 2، وعملت برنت للريزلت. تعالى نعمل رن. فزي ما انتوا شايفين عمل لي ايه؟ عمل لي تلتين، لان انا جمعت نمبر 1 نمبر 2 وحطيت القيمة بتاعتهم في الريزلت وعملت برنت للريزلت. فدي يا شباب الطريقة اللي احنا كنا نستخدمها دايما في الفيديوهات اللي فاتت، ان احنا كنا بنعمل متغير ونديله قيمة. طيب انا جيت قلت لك مثلا انا عايز نمبر 2 دوت، مش هديله قيمة دلوقتي، هديله قيمة بعد فترة. بكل بساطة هشيل القيمة بتاعته اللي هي 10. فزي ما انت شايف اول لما انا شلت القيمة بتاعته اداني ايرور. ليه اداني ايرور؟ هنا بقى بتيجي دور النال سيفتي. طيب النال سيفتي هي نظامها ازاي؟ النال سيفتي عشان بتحمي البرنامج بتاعك ان يكون عندك متغير قيمته نال. طيب انا اعرف منين ان المتغير ده قيمته نال؟ بكل بساطة انت عرفت متغير اهوت وما اديتلوش قيمة. طالما انت ما اديتلوش قيمة يبقى هو دلوقتي بيساوي نال. فاحنا بنقول على المتغير اللي ما عندوش قيمة بنسميه nullable، يعني بيحمل قيمة نال. وبنقول على المتغير اللي احنا مدينه قيمة non-nullable، يعني لا يحمل قيمة null. فالنال سيفت بتحمي البرنامج بتاعي إن يكون عندك متغير قيمته null أو متغير عبارة عن nullable. فأنا لو جيت عملت run، فزي ما انتوا شايفين اداني ايرور. ليه اداني ايرور؟ لأن أنا عندي قيمة بنل، والقيمة ديت أنا حاططها في عملية جمع. فما ينفعش إن أنت تحط قيمة بنل عندك في أي عملية أنت هتستخدمها عامة، يعني مش شرط عملية الجمع. فده دور النال سيفتي، بتحمي البرنامج بتاعك إن يكون عنده قيمة بنل. ولو جيت وقفت على نمبر 1 دوت هيقول لك ان nullable local variable must be assigned، يعني لازم تديله قيمة. فانت بقى ازاي مش هتدي قيمة المتغير وهتعطيها له بعدين، يعني بعد فترة هتاخدها. وطبعا الحاجة دي احنا بنستخدمها في حاجات كتير، مش دايما يعني، بس في الأغلب إن احنا بنستخدمها. فعشان تحل المشكلة ديت انت لازم تعرف النال سيفتي ان انت عندك متغير ممكن يحمل قيمة نل. يعني نمبر 1 دوت كان بنل، فانا هعرف النال سيفتي ان نمبر 1 دوت ممكن يشيل قيمة نل وممكن لا. فانا بكل بساطة قبل التايب اللي انت استخدمتها في المتغير احط ايه؟ علامة استفهام. فعلامة استفهام بتعرفني ان نمبر 1 ده ممكن يشيل قيمة نل وممكن لا. فاحنا كده حلينا اول خطوة، لسه عندنا خطوة تانية. طيب حلو قوي، احنا كده عرفنا ان النمبر 1 دوت ممكن يشيل قيمة نل، وزي ما انتوا شايفين ما اداناش ايرور على نمبر 1، ده اداني ايرور على ايه؟ على عملية الجمع. طيب هي عملية الجمع ديت ليه مداني ايرور؟ ما هو انت برضو لسه ايه؟ لسه الخطوة التانية ان انت نمبر 1 دوت ممكن يشيل قيمة نل. فانا بقى عايز اتأكد ان نمبر 1 دوت مش هيشيل قيمة نل. فممكن نعمل الطريق ده عن ايه؟ عن طريق اف. ان احنا بنعمل تشيك اول بعد كده هاخد الاجراء. يعني مثلا هاخد ده كده احطه في ايه؟ في اف كونديشن، وهقول ان نمبر 1 دوت لو كان مش بيساوي نل، فانا في الحالة ديت هعمل الريزلت، هنحط برنت هنا. فزي ما انتوا شايفين المشكلة اتحلت عندي. ليه؟ لان انا محتاج اتأكد الاول ان نمبر 1 دوت مش بيشيل قيمة نل. فانا عملت تشيك، هو نمبر 1 ده لو كان مش بيساوي نل، ففي الحالة ديت اجمع نمبر 1 ونمبر 2 وحطه في الريزلت. طب تعالى نعمل رن كده. زي ما انتوا شايفين ما ادانيش حاجة. ليه ما ادانيش حاجة؟ لان نمبر 1 بيساوي نل، وانا هنا عملت تشيك لو كان مش بيساوي نل. طيب انا ممكن بقى اعمل ايه؟ اعمل else، احط قيمة بقى في نمبر 1. او نمبر 1 دوت هيساوي مثلا 10. بعد كده هجمع بقى enter result هتساوي ايه؟ نمبر 1 زائد نمبر 2. وتعالى نعمل print للريزلت. تعالى كده نعمل run.
فزي ما انتوا شايفين عمل لي 30، يعني جمع نمبر 1 على نمبر 2 وحطها في الريزولت. فاحنا كده يا شباب حلينا المشكلة ان احنا كان عندنا متغير ما ادينالوش قيمة، وبعد فترة حطينا ليه قيمة واستخدمناها في عملية الجمع. فتعالى كده نرجع تاني. اولا احنا عندنا حاجة اسمها null safety. النال سيفتي بيستخدم ايه؟ النال سيفتي بتعرفنا ان انت ما ينفعش يكون عندك متغير nullable او متغير بيحمل قيمة null. فانا محتاج اعرف النال سيفتي ان انت مش هتشيل قيمة من null، فهحط قبل الداتا تايب علامة استفهام. علامة الاستفهام بتعرفني ايه؟ ان انا ممكن نمبر 1 دوت ممكن يشيل قيمة null وممكن ما يشيلش قيمة null. طيب الجزء ده احنا حلينا اول جزء، ان انا حليت ايه؟ انه ممكن يشيل قيمة null. طيب هو مازال برضه ممكن يشيل قيمة null، فانا محتاج اعمل تشيك. لو كان نمبر 1 مش بيساوي null، فانا هجمع نمبر 1 نمبر 2 واحط له ايه؟ احطها في الريزلت واعمل برنت. طب else بقى ان هو كان بيساوي null، فانا هحط قيمة النمبر 1 ده وبعد كده هجمعه ويعمل برنت ليه. فطبعا معانا الناتج. طبعا دي طريقة انت ممكن تستخدمها عشان تحل مشكلة ايه؟ النال سيفتي، بس في طرق كتيرة وده اللي احنا هنعرفها في الفيديو الجاي. بس انا كنت عايز تعرف ايه هي النال سيفتي ونستخدمها في ايه وبتعمل ايه في البرنامج عندنا. وبكده يكون الفيديو ده خلص، اتمنى اكون استفدت منه. مع السلامة.